السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اليوم ده كان روتين بسيط وهنعمل حاجة حلوة باردة بطريقة سهلة وبسيطة. بس قلنا الأول نفطر حاجة بسيطة قوي، لأن أنا كان اليوم ده سوق عندنا. كنت شارية العنب ده منه، بس حباية مسكرة وحباية مش مسكرة، وعامة ما بحبش العنب اللي بيكون فيه بذر بصراحة، بس اهم حاجة يعني الاولاد ياكلوه. هعمل قهوة بحليب جوز الهند. جوز الهند ده كنت جايباه معاكم في المشتريات ووريته لكم اول مرة استخدمه كده، وكان طعمه حلو، يعني طعمه مش مغير اي حاجة خالص. اخدت منه شوية، هسخنهم، وممكن تشربيه كده او بتضيفيه لاي مشروب عادي، زي في حليب اللوز وفي حليب الشوفان، يعني كل حاجة بقت موجودة دلوقتي. ودي من الميني بيتزا اللي انا كنت عاملاه معاكم الفيديو اللي فات. هحلي بقى بالسكر البني، بس مش هكتر قوي يعني، او ممكن احط سكر بس ما بقلبهوش. ده سكر بني كان عندي بقاله كتير، يعني ما كنتش جايباه المرة دي في المشتريات، بس هو كان عندي. ما بحبش احلي الحاجة قوي، يعني ما بحبش الحاجة تكون مسكرة قوي، ما بحبش اشرب حاجة مسكرة. عملت القهوة في المكنة وجبتها في المج ده، وهضيف لها بقى حليب جوز الهند. عايزة تشربيها من غير حليب او اي حاجة انت حرة، بس القهوة بتكون مر قوي، النوعية دي بتكون مر. وبس كده، القهوة دي شربتها انا وابني، مبقدرش اشرب، يعني بالنسبة لي ده كان هو كبير. انا زمان كنت اشرب المج ده كله، بس دلوقتي لا. كده خلصنا بقى، كنت هروح افطر كده حاجة بسيطة وخلاص كده. اقول لكم بقى هنعمل حاجة حلوة باردة، وهنعمل كمان اكلة اقتصادية في حلة واحدة وموفرة. نقعت عدس بجبة علشان هنعمل اكلة حلوة. كان عندي البسكوت ده وقلت يعني استغله، يعني جبت شوية حليب، وهبدأ كده ان انا اغمس البسكوت في الحليب وهرصه في الصينية، اي نوع بسكوت عندك او اي شكل يعني. بس البسكوت ده كان عندي بقاله كتير، فحرام يعني، قلت استغله يعني، وهم كلوه كده في الوصفة دي، كانت حلوة قوي. اي شكل بسكوت. ممكن تعملي طبقة من الكيكة بدل البسكوت. اذكري الله وانتي واقفة في المطبخ كتير، استغفري كتير، حوقلي كتير، وطبعا ما ننساش الصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. دايما كده خلي لسانك رطب بذكر الله، يعني ما تنسيش ذكر الله. هعمل حوالي طبقتين من البسكوت او 3 طبقات، يعني هما كانوا 2 باكو بسكوت كبير، بس الصينية طلعت كبيرة. ممكن تعمليه في اطباق صغيرة ازاز او كوبايات. وممكن يعني ايه تطحني البسكوت ده تبقى زي التشيز كيك كده، يعني بقى اخترعي بقى. هو عامة يعني الجو في الصيف، يعني احنا عندنا هنا الجو مش مظبوط، شوية ساقعة شوية حر، فما في نص اليوم ممكن يبقى حر شوية، بالليل بيكون ساقعة والصبح بيكون ساقعة، فمش منتظم يعني. كده رصيت البسكوت كله. هنعمل بقى طبقة المهلبية. شايفين البسكوت شكله جميل يعني. هجيب حوالي 3 معالق من النشا، عليهم معلقة كبيرة من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بحب اضيفه للرز بلبن والمهلبية، بيدي طعم حلو وقوام كريمي. وهضيف بقى السكر حسب ما انت عايزه، ممكن انا هضيف معلقه كبيره لان البسكوت بيكون مسكر قوي. هضيف معلقه كبيره من السكر بس، وكيس فانيليا. هضيف 3 كوبايات من الحليب. معلقه كوبايه الحليب لها معلقه من النشا. انا لقيت هنا النشا ما كانش عندي نشا كتير، فالطبقه بتاعه المهلبيه جت رقيقه مني، واقول لكم كملتها بايه او زودتها بايه، بس بعدين يعني انا عملت المهلبيه دي الاول بالكميه اللي موجوده عندي. انا ما بحبش الوصفه تقف على حاجه، يعني بستغل اي حاجه عندي، بفضل كده شغل دماغي وانا بعمل الوصفه واشوف هعمل ايه كده يعني. كمان هنعمل طبقه جيلي في الاخر. هنا كنت بعاير كمية اللبن على قد كمية النشا اللي كانت موجودة عندي، يعني بس النشا كانت قليلة. كانوا عملت معلقتين تقريبا، معلقتين كبار، بس هي مفروض تكون 3 كوبايات من الحليب عليهم 3 معالق كبار من النشا، علشان تبقى ايه يعني قوامها حلو
وكمان تكون طبقة كبيرة، طبقة سميكة. هقلبهم على البارد الاول، على البارد كويس، والنشا بدأت تدوب في اللبن او الحليب زي ما بتقولوا. هاخدهم على النار، وايدك تكون يعني وهم على النار تقلبي باستمرار عشان ما تكلكعش منك، على نار هادية على نار عالية. بصوا بقى يعني وصلت للقوام ده، قوام كريمي وجميل. خدت بقى المهلبية ونزلتها على الى البسكوت، طبقة البسكوت، وبدأت ان انا احاول ان انا اغطي طبقة البسكوت بالمهلبية. طبعا لما لقيت كمية المهلبية صغيرة جبت كيس الكريم كراميل ده او الكاستر، وعملت طبقة كمان من الكاستر. بعد ما الطبقة دي تبرد، المهلبية والكاستر، هعمل طبقة الجيلي. كيس الجيلي الواحد لكوباية مية سخنة، كوباية مية باردة. بس انا هستخدم كيسين، المفروض ان انا كنت استخدمت 3 اكياس برضو علشان تكون الطبقة كبيرة، بس كانت طعمها حلو. هقلب كويس لحد ما حبيبات الجيلي تدوب في قلب المية. انا حطيت كيسين من الجيلي عليهم 4 كوبايات مية، 2 كوباية مية ساخنة و2 كوباية مية باردة. هقلبهم مع بعض لحد ما احس ان الجيلي داب خالص والحبيبات بتاعته كلها دابت. ما بستخدمش سكر في الجيلي خالص، لا كده كده البسكوت بيكون مسكر، يعني مسكر بزيادة. هنا كنت بضيف بقية المية الباردة. طبعا لازم يكون الجيلي طبقة المهلبية تكون بردت تماما علشان الجيلي ما يسيحهاش، لان الجيلي هيكون دافي شوية. يعني انت بقى شوفي التاتش، يعني كل واحد بيكون له تاتش كده في الوصفة اللي بيعملها. عايزة تزيني، عاوزة تضيفي شوية فاكهة كده على طبقة المهلبية او الكاستر ده، عادي. بس انا ما كانش عندي، انا دايما بس يعني انا هعمل وصفة بعمل الحاجة اللي موجودة عندي. ضفت كده طبقة الجيلي، هسيبها تبرد تهدى شوية من السخونية، وبعد كده هدخلها التلاجة علشان لما نيجي نقطعها تكون متماسكة. هنعمل بقى كشري في الحلة الواحدة. عندي مكرونة اسباجيتا، وعندي حوالي كوباية الا ربع من المكرونة الصغيرة المرمرية او المقصوصة، وحوالي شعرية يعني كوباية الا ربع برضو، وكوباية كاملة من الرز. مقاديره سهلة وبسيطة، هنعمله كله في حلة واحدة. يعني انا بقالي فترة بعمله على كده، بقالي سنين بعمله على كده وبنستسهل يعني. وصفة اقتصادية ومشبعة، والاطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، يعني ما فيش عليها اختلاف. اول حاجه هجيب حله على النار واحط فيها شويه من الزيت. انا هنا كنت بسلق العدس بليته شويه، اللي هو العدس بجبه، وبعد كده سلقته. جبت حله على النار فيها شويه زيت، وهحمر الشعريه الاول. رشيت على الشعريه رشه من الملح علشان تتحمر على طول. انا كنت بغسل الرز، غسلت الرز كويس، وبعد كده الشعرية لما بدأت تاخد لون ذهبي جبت الرز ونزلت بيه على الشعرية وهقلبهم مع بعض، وبعدين هنزل بالمكرونة ونقلبهم مع بعض علشان كلهم ياخدوا من الزيت ويبقوا مفلفلين. وفي الاخر خالص ضفت المكرونة، وهضيف مية سخنة، لازم مية سخنة، وبتبدأي تظبطي الملح. وشايفين الكشري كان استوى جميل. هجيب حلة تانية على النار للصلصة بتاعة الكشري. حطيت فص ثوم وقرن فلفل اخضر، يعني مش لازم الفلفل الاخضر ده او الشطه الخضراء دي، بس انا عملت لها اضافه كده وكانت مخليه طعم الصلصه حلو. ضفت كزبره، ممكن تضيفي خل وكزبره وكمون وفلفل اسود، وبتظبطي الملح. وضفت الصلصه وكده. وكان عندي الحمص جايبه معاكم حمص، اللي هو الشام ده، الحمص ده مفيد. وكده فرغنا طبق كشري. شايفين الكشري مفلفل وجميل. يا رب يكون الوصفة عجبتكم وعجب الأولاد وحبوه. كنت طلعت الحاجة الحلوة بتاعتنا، كيكة الجيلي أو تورتة الجيلي، من التلاجة. شايفين كانت متماسكة وحلوة، طعمها كان يعني روعة بجد، طعمها كان رائع. جربوها وهتعجبكم. في وصفات بالجيلي كتير، بس الوصفة دي يعني تبرد كده على قلبكم في الصيف. يعني ايه، عملنا كيكات كتير، قلنا بقى نعمل كيكة باردة. الكيكة الباردة دي حلوة قوي قوي، طعمها حلو. هتحبوها، جربوها وهتعجبكم. يعني من الوقت للتاني طبعا زي ما انا قال لكم الولاد بيحبوا الحلويات، فانت اعملي كل حاجة في البيت هتوفر عليكي كتير. شايفين بقى الطبقات بتاعتها هو شكلها بيتكلم عنها، يعني حلوة بصراحة.
بعد كده بقى كنا خرجنا، ده كنا في الاتوبيس قلت لكم ايه تعالوا خرجوا معايا كده ناخد جولة في محل للتشاينيز اللي هم الصينيين. كنت عايزة اشتري عجلة اللي هي كاريلو للسوق، وكمان كنت عايزة اتفرج على حاجة المدارس. يعني المدارس عندنا هنا الشهر الجاي قربت، يعني بتبتدي في بعض الدول، كل دولة بتختلف عن الدولة التانية. فقلت اخد يعني فكرة كده ايه اللي موجود على ما نشوف طلبات المدرسة ايه او قبل ما نشتري يعني. فقلت اخد يعني جولة كده واشوف، يعني كنت هجيب شوية طلبات واشوف ايه حاجات المدارس اللي موجودة واخد فكرة ايه اللي موجودة عامة يعني. فيعني ربنا يعود علينا ايام بخير يا رب. وطبعا المدارس هتبتدي في مصر هتبتدي في شهر 10، لكن هنا هتبتدي في نص 9 بإذن الله. في الدول العربية التانية مش عارفة برضو معانا ولا ايه، بس مصر متأخرة، بس مش عارفة ليه برضو. كده دخلنا محل التشاينيز، بدأنا نتفرج كده، عندهم كل حاجة يعني. المحل ده في أي حاجة تتوقعيها، يعني الصينيين مبدعين يعني، بيحبوا التجارة بمعنى أصح، بيحبوا يبيعوا كل حاجة. ده مش عارفة، أنا دخلت المكان ده بصراحة ما كنتش عارفة هو فيه ايه، كان في حاجات غريبة يعني. ده اهو الأقلام اهي، الأقلام الرصاص والألوان وكل حاجة، ودي ألوان شمع وألوان خشب وألوان فلوماستر، أشكال وألوان، وألوان اللي هي المية، كل حاجة بقى يعني. تشوفي انت ولادك بيستخدموا ايه وهتجيبيه. وطبعا الكشاكيل بتاعتهم او الكراريس، ومقلمة، وكان في هنا دي الكراريس بتاعتهم كبيرة، او الكشاكيل اللي بيكتبوا فيها يعني في الدراسة وكده في المدرسة، هي كبيرة شوية، في كبير وفي صغير. في هنا لزق وبريات واساتيك، وفي كل حاجة يعني، كل حاجة تخص المدرسة. كان في دفاتر بقى صغيرة زي النوتة كده، شكلها كان حلو قوي يعني، في الكبير شوية وفي الصغير. كنت عايزة اجيب واحدة بس قلت المرة الجاية. كان في برضو اللي هي الأجندة دي، في حاجات أشكال يعني، أشكال كتير. كل شيء يخص المدرسة موجود عندهم، كل شيء يخص المطبخ، الملابس، السباكة، الكهرباء. يعني الصينيين ما شاء الله يعني عندهم كل حاجة يعني، وحاجات تخص الزراعة كمان. يعني تخش المحل عند الصينيين ده تلاقي كل حاجة من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا. فمش عارفة ايه الأصوات كل حاجة موجودة يعني. النهاردة يعني يوم أجازة، كان هما بيحبوا أساسي، بيحبوا الشغل. فمش عارفة يعني، في أصوات غريبة كده. شايفين بقى بقية الحاجة، هسيبكم بقى تتفرجوا على الحاجة كلها وتاخدوا فكرة كمان. دي حاجات تخص أطباق دي أطباق عيد الميلاد تقريبا. وفي أكياس التلاجة، بصوا أنا كنت جايبة الحصالة من هنا مكانها اهي. وهنا في ألعاب، يعني في كل حاجة زي ما قلت لكم. بيبيعوا كل أي حاجة تتخيلوها تلاقوها عند التشاينيز يعني الصينيين يعني. هنا بس بيقولوا على المحل التشاينيز. هنا اطباق حرارية، وهنا ورق الزبدة بتاع الفرن، وكمان الورق الألمونيوم، وفي هنا مساحات، وفي كل حاجة. تشوفوا بقى الشنطة اللي انا جبتها كمان. هنا بقى كنت قاعدة مستنية البولمان اللي هو الأتوبيس. وده الشنطة اللي أنا جبتها للتسوق. يا رب يكون الفيديو عجبكم والجولة عجبتكم، واستنوني فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. مع السلامة.